إذاعة المملكة العربية السعودية. الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الزراعة والمياه. تقديم عبد الكريم الخطيب. عبد الكريم محمود الخطيب مؤرخ وإعلامي وأديب وإذاعي قدير. ولد في عام 1353 للهجرة في مدينة ينبع البحر، ونشأ في قرية البركة في منطقة العشيرة التاريخية بين الينبوعين، وتلقى بها علومه الأولية. ثم سافر إلى مصر لدراسة الصحافة في معهد الصحافة المصرية في جامعة القاهرة. وفي عام 1372 للهجرة عاد إلى ينبع بشهادة دبلوم الصحافة. التحق الخطيب في الإذاعة السعودية في جدة، وعمل مذيعا بها، وتدرج وظيفيا حتى وقع عليه الاختيار ليكون واحدا من المؤسسين لإذاعة الرياض. وكان آخر منصب له في وزارة الإعلام مديرا لإدارة الأخبار والتحرير في وكالة الأنباء السعودية، حتى أحيل إلى التقاعد في عام 1414 للهجرة، بعد أن قضى 40 عاما في وزارة الإعلام السعودية. عشق الخطيب الميكروفون والعمل الإعلامي المرئي والمسموع ببرامج ما زال صداها يتردد حتى اليوم، كان منها مجلس أبو حمدان، والذي قدمه لقرابة 13 عاما، وكذلك البرنامج الإذاعي الأشهر الأرض الطيبة، والذي قدمه لمدة 18 عاما من إذاعتي الرياض وجدة، ونال عنه جائزة أفضل برنامج بالشرق الأوسط عام 1394 للهجرة. إذاعة المملكة العربية السعودية. الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الزراعة والمياه. تقديم عبد الكريم الخطيب. كرم الخطيب على أعلى المستويات في السعودية، فقد حصل على شهادة الريادة الثقافية من الرئيس العام لرعاية الشباب سابقا الأمير فيصل ابن فهد يرحمه الله، وكما كرم من الملك سلمان بحصوله على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز للإبداع في بحوث الجزيرة العربية. كما تم تكريمه على شرف الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله لمرتين، الأولى كرائد من رواد التأليف وكرائد من رواد التاريخ. وفي العام الماضي تم تكريمه في المنبر الأدبي في إثنانية الأستاذ عبد المقصود خوجة في جدة. وللخطيب العديد من القصص والروايات الأدبية، فقد بلغت مؤلفاته ما يقارب 40 مؤلفا بين الأدب والتاريخ والرواية والسير الشخصية، كان منها نساء حول النبي صلى الله عليه وسلم، وتاريخ جهينة، وينبع في عهد الملك عبد العزيز، وشعراء ينبع وبنو ضمرة، وينبع الزمان والمكان، وأدب من رضوى،
ومجموعة قصصية باسم شجرة الليمون، ورواية حي النجارة، وطيبة الزمان والمكان.